محطوطه من الدور الاول الخاصه بالملاعب. طبعا احنا عارفين عندنا مثلا القاهره اسماعيليه والاسماعيلي بيلعبوا على استاد اسماعيليه، عندي 5 فرق بيلعبوا على استاد القاهره. فالنهارده ده كله بيتحط جوه السيستم وعلى اساسه بيفرز لنا الجدول الكامل. اوكي. الجدول بالملاعب بكل تاكيد بكل شيء. خليني طبعا اسالك دي القواعد الاساسيه للقرعه زي ما الكل عارف، لكن خليني اسالك الحقيقه لان ده مسار تساؤل كبير جدا للجماهير وهي طريقه الحسم في حال التساوي. الاثاره والمتعه دي بخلينا نشوف الامكانيه للتساوي في عدد النقاط سواء في المنافسه في المجموعه الاولى او في المجموعه الثانيه لتفادي الهبوط. الحسم هنا بيكون ازاي بالظبط؟ طيب احنا عشان الموضوع يكون واضح، هو الموضوع موضح اوريدي في اللائحه من الماده 15 على 3 ان المرحله الثانيه هي هتكون بالمواجهات المباشره. طبعا هو الكونسبت المواجهات المباشره عشان يبقى واضح للجميع ان لازم يكون الفرقتين لعبوا هوم واوي. فعشان كده احنا في المرحله الاولى بنشتغل على فرق الاهداف في المرحله الاولى، وبعد كده النجاح هتفق، لان هنا كل فريق لعب مباراه واحده بس. ولكن في المرحله الثانيه يا اسلام هو الفريق لعب على ملعب الفريق، وده لازم ننوه